بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد. وقبل الحديث عنه لابد من عرض العناصر التي سوف نتحدث عنها، وهي الحروب الصليبية، الإبحار، العاصفة، الهجوم، صلاح الدين الأيوبي، العودة، السجن، الانتصار. الحروب الصليبية بين سنة 1097 ميلاديا وسنة 1291 ميلاديا قام أهل أوروبا بحملات للاستيلاء على الأراضي المقدسة في فلسطين، والتي كانت تنعم بالاستقرار في ظل الإسلام. وسميت هذه بالحروب الصليبية لأن المحاربين الأوروبيين اتفقوا على وضع الصليب على ملابسهم وأسلحتهم. وقسمها المؤرخون إلى 8 حملات، سبقتها حملات دعاية شعبية قادها البابا لإقناع الدول الأوروبية بأن تجهز الجيوش الزحف ضد الشرق. ومن أشهر قادة الحرب صلاح الدين الأيوبي، ومن الجانب الغربي ريتشارد الأول المسمى قلب الأسد ملك إنجلترا. واستمرت الحروب حوالي 200 سنة. الإبحار، ما إن أصبح ريتشارد ملكا على إنجلترا حتى قام ببيع ممتلكاته وأنفق كل أموال المملكة في الاستعداد للمشاركة في الحروب الصليبية، ثم أبحر في أسطول كبير نحو الشرق الإسلامي. العاصفة، استمر إبحار ريتشارد وجنوده مدة سنة، وتعرضت سفنه إلى عاصفة دفعت بها إلى جزيرة قبرص التي كانت تابعة للإمبراطور البيزنطي، فاحتل ريتشارد الجزيرة قبل أن يواصل مسيرته. الهجوم، عندما وصل ريتشارد مع جيوشه إلى فلسطين كان المسلمون استعدوا لصد هجوم الصليبيين الذين استعملوا آلات لقذف الحجارة على حصون المدن المقدسة. صلاح الدين الأيوبي، كانت لصلاح الدين الأيوبي شهرة كفارس وقائد كبير، وارتبط معه ريتشارد بعد الحرب بصداقة تقديرا لسمعته الحربية، وتبادل معه الهدايا، وأرسل إليه صلاح الدين الأدوية عندما مرض. العودة، لم يفلح ريتشارد في الاستيلاء على القدس أو المدن الإسلامية الأخرى، وعندما علم أن أخاه يدبر لانقلاب ضده في إنجلترا عاد إليها متنكرا في ملابس متواضعة. السجن، عندما وصل إلى النمسا تعرف عليه أحد الأمراء من أعدائه فألقي القبض عليه وسجناه مدة 2 سنين، ولم يفرج عنه إلا مقابل فدية كبيرة. الانتصار، بعد عودته إلى إنجلترا استعادت ثقة شعبه وجنوده، فهزم أخاه واسترجع سلطانه، وكان ملك فرنسا لا يكف عن التآمر ضده للاستيلاء على جزء من مملكته في نورمانديا. فقام ريتشارد بالزحف إلى فرنسا، لكنه أصيب بسهم أثناء إحدى المعارك ومات في ساحة القتال. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله، وشكرا على حسن الاستماع.